مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، سعيد بلقياكم في هذه النشرة الإخبارية، وهذا أبرز عنوانها: أسعار الغازوال تتراجع في المغرب. قبل ما نبداو في تفاصيل النشرة الإخبارية، ما تنساوش ديروا جيم الفيديو وتشاركوا في القناة باش توصلوا بكل جديد. قناة أخبار المغرب اليوم، وإليكم التفاصيل. عرفت أسعار المحروقات تراجعا طفيفا انطلاقا من اليوم، إذ تراجعت أسعار الغازوال بحوالي درهم واحد، فيما عرفت أسعار البنزين شبه استقرار. وتشير الأسعار الجديدة اليوم إلى 12 درهم فاصلة 60 بالنسبة للغازوال، عوض 13 درهما فاصلة 80، في حين ظل سعر البنزين مستقرا عند حوالي 14 درهما فاصلة 60. يأتي هذا الانخفاض عقب ارتفاع طفيف شهدته المحروقات قبل 15 يوما بمقدار 20 سنتيما، فيما يعزى الانخفاض المسجل اليوم إلى تراجع أسعار المحروقات على الصعيد الدولي. يذكر أن على الرغم من تسجيل انخفاضات في أسعار برميل النفط، إلا أن انعكاس ذلك على أسعار المواد المكررة يأتي في مرحلة متأخرة. وتؤكد الحكومة أن أزمة غلاء المواد النفطية الحالية لا تشبه تلك التي عرفتها سوق المحروقات خلال السنوات الفارطة. كان معكم مذيع قناة أخبار المغرب اليوم، دمتم في رعاية الله وحفظه.